ستكون مباراة صعبة. منتخب السويد منتخب قوي في أرضية ملعبه في بلاده في الملعب الذي يعرفه جيدا. أما المنتخب الوطني أعتقد أنه تشكيلة ستكون مغايرة، راح يعتمد على كوادر الفريق. كيف تشوف هذه المباراة؟ منتخب غير متأهل إلى كأس العالم. نعم. كمان ما لازمش نعاودوا نطيحوا في الغلطة اللي طحنا فيها من السابق تاع 35 مقابلة بدون انهزام. نعم. وانهزمنا في المقابلة اللي كنا نحتاجها. الأكثر أهمية. ظن هذه المقابلات هذوما الودية يسمحوا للناخب الوطني باش يشوف جاهزية اللاعبين ويقدر يخير عدة سيستم دو جو. عنده اللاعبين هذوما جدد، اعطيهم الفرصة ديالهم على الأقل باش تكون منتخب اللي تقدر تقابل به في إفريقيا. وزيد نأكد لك ونقول لك ما لازمش نطيحوا في هذيك الغلطة تاع 35 مقابلة، لأن اليوم لي ستاتيستيك يقولوا بلي المنتخب الجزائري خسر المقابلة المهمة في حياة الناخب الوطني. نعم. ولهذا المقابلة تاع السويد تبقى مقابلة ودية يجرب فيها اللاعبين، ماشي بشرط يعني تلعب اللاعبين الاساسيين، ربما ما تجيبش تلعب اللاعبين الاساسيين، ربما محرز ما يقدرش يلعب ولا بالناصر ولا يعني يقدر يدير عده تغييرات. الاهم هو تجرب اللاعبين وتشوف هل هذا اللاعبين قادر تمشي بهم الى بر الامان ام لا. لا تعطيك النظره ديالك. نذكر مشاهدينا الكرام في البداية كنا قد شاهدنا صور من الندوة الصحفية لمدرب منتخب مالي. الأضواء قلنا بأنها الأضواء أطفئت، وطبعا بقي لمدة قصيرة قبل أن يغادر غاضبا طبعا، وهذا ربما مشكل كبير قبيل حدث كبير ستستضيفه الجزائر وهو كأس إفريقيا للمحليين. مدرب منتخب مالي شعر بالإهانة وغادر القاعة غاضبا بعدما بقي لمدة وهو ينتظر أن يتم حل مشكل الإنارة داخل القاعة، وبعد ذلك غادر. إذن يجب إيجاد حل لهذه المشاكل التقنية وهذه المشاكل البسيطة التي ربما قد تكلفنا غاليا في كأس إفريقيا للمحليين التي ستحتضنها مدينة وهران. ستكون من بين المدن التي ستحتضن هذا الحدث العالمي. إذن طبعا سنعود للحديث أكثر عن هذه النقطة وننتظر الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بالماضي. حسين مترف، مباراة السويد مباراة المقبلة للمنتخب الوطني، كيف ترى هذه المباراة؟ مباراة ودية ومباراة مهمة، لأن الناخب الوطني راهو يحضر في فريق للمنافسة اللي هي كأس إفريقيا 2024. مهمة بالنسبة له باش يشوف يعني العمل تاعو، لأن أي مدرب في العالم عنده عمل يقوم به وعنده يعني تخطيط يقوم به باش يشوف هذاك التخطيط تاعو فوق أرضية الميدان، يشوف لي فاس دو جو تاعو كيف راهم يكونوا، يشوف اللاعبين تاعو كيفاش راهم يندمجوا في التكتيك اللي راه حاب يمشي الفريق تاعو فيه. يشوفوا باللي هذه المباراة مباراة السويد هي مباراة من العيار الثقيل، تلعب ضد فريق اللي عنده أسماء لامعة وأسماء تلعب في مستوى جد عالي. هذا شيء مهم بالنسبة للناخب الوطني وبالنسبة للمنتخب الوطني. صح هي مباراة شكلية مباراة ودية، لكن لازم عليه يخرج يعني لي بانجل دو جو هذاك، لازم يشوف يعني هاد اللاعبين لازم يخرجوا لي بانجل دو جو تاعهم امام هاد الفرق سواء مالي او السويد او اي منتخب كان. لكن الشيء المهم والاهم هو ان الناخب الوطني لازم يعرف يختار اللاعبين، لان كي تجي تشوف الشوط الاول تاع المباراه تاع اليوم اللاعبين تاع الوسط الميدان ما راحين يديروا لك حتى شيء، بروفيل كاع نفسه ما كاش يعني تغيير في نسق المباراة، في رتم المباراة. نشوفوا أن الكرات في تكسير الخطوط لا توجد، اللي يمشي بالكرة ما كاش. هناك عدة أشياء يعني ناقصة في مباراة المالي. نشوفوا في الشوط الثاني دخول بن طالب أعطى نوعا ما يعني توازن في وسط الميدان مع بن ناصر اللي ما شفناهمش يعني كثيرا في التنشيط الهجومي، حتى أن بن رحمة يعني خلى المكان تاعو لبليلي. نشوفوا بليلي لم تصله كرة كثيرة. نعم. ما عدا كرة أو اثنين. لازم يعني الناخب الوطني عنده يعني أشياء. أنا كنت نشوف باللي في هذا الموقع اللي راهو فيه الآن كان المنتخب الوطني يكون أحسن على ما هو، لأن راهو يدور في لاعبين اللي ما راهمش يعطوا الإضافة في المنتخب الوطني. تدارك الخلل الآن ربما أفضل. نعاود نولي للمنتخب الوطني. محمد قاسي سعيد، عموما تقييمك للمنتخب الوطني في مباراة مالي؟
لا، المقابله تاع اليوم حطت صوره وبينت النخب الوطني باللي المقابله يعني مهما كانت يعني القيمه ديالها ولو هي وديه تعطي له يعني افكار. اليوم المنتخب الوطني شفناه لعب يعني صراحه بالنسبه لي ما كان بدون خطه، لعب عشوائي. سجلنا هدف بضربه جزاء في الدقائق الاخيره تاع الشوط الاول. شفنا المنتخب المالي عكس المنتخب الجزائري كان في الميدان يعني محطوط مليح، كان محطوط لاباس به كاع كان معمر كاع لي سيرفاس تاع التيران. اللاعب الجزائري حتى اليوم تشوف اللاعب تاع لا سامدوريا دو جان اللي هو يلعب في ايطاليا كبيستون في الرواق الايمن. شفناه ما فهمناش علاش شفناه في الرواق الايسر، جناح ايسر تماما، مدافع ايسر، ظاهر ايسر. وهو هذا اللاعب هذايا في يلعب في كابيستون في الرواق، يعني الفريق تاع سامدورا يلعب 3-5 تقريبا. اذا يعني كانت عده اخطاء. نتمنى باللي الناخب الوطني تاعنا راح يحفظ الدروس ما يقول لك يتراجع ويشوف ما هما، لان اليوم ما تستعرضش بالاخطاء ديالك عمرك ما تتعلم. كانوا اخطاء، واليوم كما تكلم في البدايه حسين الناخب الوطني ما لازمش يكون وحده، يعني عنده العلبه السوداء تاعو هذوك اللي معاه دايرين به، يعني واش راكم تمدوا له، راكم تعاونوا فيه، واش راكم ديروا، مانيش فاهمين. اليوم الناخب الوطني ما يقدرش يتحمل يعني العيب تاع الفريق وحده، ولكن اليوم لازم يتعلم من الاخطاء ديالو، يدير ان فيدباك، يسولمي اون كوز علاش ما مشاتش هذه الخطره المقابله ضد المالي، علاش وين ما مشاتليش، ويصيب الحلول. نعم اكيد. حسين مترف، ايضا تقييمك حول هذه المباراه حتى نعود لمباراه السويد ايضا. شوف، كاين الشوط الاول وين شفنا ما عدا الهدف اللي سجله رياض محرز جاء في وقت جد ممتاز، يعني في الدقائق الأخيرة للشوط الأول. هذا شيء جد مميز، وراح يعطيك يعني دافع باش تدخل في الشوط الثاني بكل أريحية، وتدير الفريق تاعك، يعني تعاود تجدد الثقة في الفريق تاعك على أحسن ما يرام. نشوفوا صرا العكس، نعرفوا بلي في كرة القدم الشوط الثاني الشوط المدربين. نشوفوا هنا في الشوط الثاني المدرب فريق المالي تفوق على المنتخب الجزائري، تفوق على الناخب الوطني جمال بالماضي. نشوفوا بلي الفريق المالي الاندفاع البدني كان حاضر فيها، الدوزيام بالون كان دائما ما هو ليأخذ الكرة. نشوفوا تسجيله للهدف، هدف جميل، يعني ريبريز دو فولي تاع المدافع عيدارة رقم 6، هدف جميل وين ماندي قاس الكرة دخلت للشباك. نشوفوا هذوما اشياء اللي لازم يعني يدق ناقوس الخاطر الناخب الوطني، لان نشوفوا الناخب الوطني صارت لنا هذه المباراه، نشوف المباراه تاع ضد بوركينا فاسو وين درنا تعادل 2-2، وين كانت مباراه صعبه، كنا نسحقوا باش نجوزوا الدور تاع اللي لعبنا فيه ضد فريق الكاميرون. نعم. وجزنا يعني، لكن جزنا بصعوبه. نشوفوا اليوم فريق المالي يجي للجزائر ويشكل لك خطوره ويسجل عليك الهدف هذا، ونعرفوا بلي المنتخب الجزائري ما كاش يونكيسي اليوم، راهو اونكيسا في عقر الديار تاعو في الجزائر. لازم يشوف يعني مع الفريق مع اللاعبين اللي راهو يعتمد عليهم. هناك عده تصحيحات لازم يقوم بها الناخب الوطني، وكما تكلمنا الناخب الوطني لازم يكونوا معاه ناس يعني، وناس اللي يعرفوا كرة قدم واللي يعرفوا كل صغيرة وكبيرة عن اللاعبين اللي راهو يجيب فيهم، لأن باش تجيب لاعبين للمنتخب الوطني لازم تعرف جيدا كيفاش يكون التأقلم تاعهم، اسكو هذا اللاعب يمد الإضافة ولا ما يمدش. كناخب وطني عنده شعل، عنده 4 سنوات في المنتخب الوطني. بصراحة ما كاش لمسة تاع مدرب اللي عنده 4 سنوات مع منتخب. نشوفوا باللي هنا بالماضي كاينه حاجه ما نقدروش نقولوا بالماضي ماشي مدرب، مستحيل تتكلم عليها، لان بالماضي هو اللي فاز بكاس افريقيا في 2019، هو المدرب اللي لعب 35 مباراه بدون انهزام، حتى وان هذه يعني كانت يعني في السابق كره القدم تتكلم ماذا ستعطي غدا. نعم، متغيره طبعا، متغيره، لكن انت تشوف انت العمل تاعك، ولا العمل تاعك كي يكون دون دي باس سوليد ما يكونش متغير. لماذا اليو سي سي عاودوا رونوفلاو له عامين ويدي 40,000 اورو؟ نشوفوا بلي اليو سي سي اخذ كاس افريقيا، متاهل
المونديال وراح نائب بطل افريقيا قبل نائب بطل معنا في نعم. 2019. نشوفوا باللي هذه كلها عوامل. انا واش نشوف يعني انا الخلاصه تاعي ما نتكلم لكش على المباراه، لان كنت نتكلم لك على المباراه انا رايح نطيح على الناخب الوطني، ما نطيح لك على الناخب. انا نشوف باللي بالماضي راهو ساتوري، انا هذه هي الخلاصه تاعي. بالماضي راهو ساتوري في راسو، احنا دي فوا كلاعب ولا هكذا تكون ساتوري. مش نعرفوا باللي كي الراس يمشي، الراس كي يكون مليح حتى وان الجسد يكون تعبان يمشي، لكن كي يكون الجسد تعبان والراس يكون مليح كل شيء يمشي، لكن كي يكون الراس تعبان والجسد مليح ما تمشيش. انا نشوف باللي عقل الناخب الوطني راهو ساتوري، جاوه بزاف. واش لازم باش ما يوليش هو اللي يعرف الحل باش ما يوليش ساتوري. لازم ما على باليش انا، هو اللي يعرف هو يعرف نفسه. انا ما نقدرش انا نتكلم لك. هو راهو ناخب وطني وراهم يتكلموا على انه يتقاضى اموال كبيره. المدرب اللي يتقاضى اموال كبيره يقدر يعني يفرض عده اشياء، يفرض يكون عنده ستاف تكنيك يساعده. ما هو تحس باللي الناخب الوطني راهو يعمل لي وحده، عنده صح بعض كما نقولوا اللي معاه يعني لي زاستيسون اللي راهم معاه عنده راهم يعاونوا فيه راهم يساعدوا فيه، لكن هذا نشوف غير كافي. لان بالماضي نحس باللي حتى الاختيارات تاعو لكن كما المباراه تاع اليوم بونجاح بالك هو اللي حاب يخدم وحده. كان قادر يطالب، يعني كانت عنده اون كارت بلونش من عند عماره وحتى من عند زفزاف وحتى من عند قبله زرتشي. كان قادر مثلا يطالب باضافه ولا توسيع الطاقم الفني تاعو بعباد اخرين. ربما هو راهو حاب يعمل بهذه الظروف. صح هو تحس باللي هو عنده يعني الشخصيه تاعو، عنده هذيك الكاريزما تاع الناخب الوطني جمال بالماضي، لكن مستحيل يكمل هكذا. تحس باللي راهو ساتيري. حتى الخيارات يعني جا وقت التغيير، حتى الخيارات جا وقت اضافه طاقم جديد، وماشي غير على مستوى التشكيله لكن حتى على مستوى الطاقم الفني. بطبيعه الحال الطاقم الفني يعني دائما راهو في خيارات. يعني تحس باللي كي يكون انونسيان جوار اللي لعب كره القدم وجمال بالماضي من بين المدربين اللي يعرف يلعب كره قدم وكان يلعب في اعلى مستويات، ونعرفوه باللي كيفاش كان. انت تشوف مردود تاع لاعب في هذا الموسم يكون مردود جيد، الموسم اللي يجي من بعد تشوف مردود تاعو ناقص. كاينه حاجه صارت له باش ولا المردود تاعو دوك جمال بالماضي باش راهو المردود تاعو ناقص في البنك تاعو وفي كمدرب. هناك عده امور، لان المدرب كاين هناك درجه تحمل. انا نشوف باللي المدرب الناخب الوطني راهو ساتوري من اشياء، يعني هاد لا ساتوراسيون جاتو من اشياء خارج ربما كره القدم. شوفوا باللي واضح نعم. ارضيه الميدان كي ما تكونش مليحه هو اللي يتكلم عليها. عده امور يعني اللي كان يدخل روحه اللي هو في الحق ما يكونش هو يلتاب بالتكنيك، يلتاب بالتكتيك تاعو. نعم. ونشوف انا باللي الناخب الوطني راهو ساتوري. انا هذا هو الخلاصه اللي نقدر نعم. ربما نتحدثوا على نقطه مهمه. لاعب عريبي قاسي سعيد، الكل كان يتحدث عليه قبل بداية المباراة. البعض شكك في هذا الخيار، قال بأنه ليس الخيار المناسب. الناخب الوطني دافع على خياره، قال بأنه فيه صفات من إسلام سليماني، يدافع فيه أيضا من بونجاح. إذن هل شفت أنت هذاك اللاعب اللي تحدث عليه الناخب الوطني في الندوة الصحفية على أرضية الميدان؟ أنا قلت الحد اللي فات في 100% فوت قال عنده وصفات تاع بونجاح. إذا كانت عنده وصفات تاع بونجاح قلت من الأحسن نجيب بونجاح، نجيب النسخة الأصلية. اليوم عريبي عارف باللي ايش عنده تواصل اجتماعي، عنده فيسبوك، قرا عدة أشياء وين تقريبا التواصل الاجتماعي الناس هذو كلهم طاحوا عليه، وهذا ما راحش يخدموا. احنا نعرفوا اللاعب يعني فراجيل مونطالمون، كاع اللاعبين ماشي غير هو سي اوما. نظن باللي هو زاد دار تصريح قال راح نوري لكم انتوما باللي انا واش نقدر ندير في الملعب. الهضره تاعي في الملعب ما خدماتوش. نظن كان من الاحسن يعني يسكت وما يردش، ولا حب يرد كان يرد في الميدان. وزيد المقابله الاولى تاعو مع المنتخب الف كان صعيبه. احنا دزنا من هذا الشيء. المقابله الاولى دائما تكون صعيبه، خاصه اليوم ما يشتمشي معاه حتى في شباب الوزاد ما يشتمشي معاه، يعني ماهوش يسجل اهداف كثيره في المنتخب المحلي ايضا نفس الشيء. كان من الاحسن يعني يسكت ويرد الجواب تاعو في الميدان ويبقى. نقولوا نتمناو احنا نتمناو يعني يعاود يولي في المقابله تاع السياد، وربما تمشي له ما تعرفش هذيك كره القدم. نتمناو هذيك كره القدم. اليوم ما راكش مليح غدوه تكون مليح، ولكن يبقى دائما لا ميور ريبونس سي سور لو تيران.
حسين مترف فيما يخص عريبي صراحة حتى اللقطة تاعو يعني ما خدماتوش، والخروج تاعو من أرضية الميدان كان تحت صافرات الأنصار، ما نقولوش كل الأنصار لكن بعض الأنصار، وذلك ربما راح يزيد يعمق من الجرح تاعو، لأنه كان خارج الإطار في المباراة، وزيد كي جا خارج أيضا. حتى الناخب الوطني الندوة الصحفية ربما كان رايح يجاوب على عريبي ويدافع عليه، ما كانتش كاينه الندوه الصحفيه للاسف. يعني كل الامور لا تخدم عريبي في هذه المباراه للاسف. صح خاصه يعني اللقطه اللي وين كنت تكلمت لك قلت لك رياض محرز يعني دائما ما يحوس على الرجل اليسرى تاعو ويدير الفتحات، وين عطى له وحده يعني مليمتريه. يعني مالوريزمو يعني اللاعب عريبي ما عرفش يتصرف مع هذيك الكره، كانت كره يعني تقدر تخليه يسجل هدف ويخرج، يعني يدير التغيير تاعو المدرب في بعريبي ويخرج من الباب الواسع. لكن هذه كره قدم، عريبي راهو يعرف، راهو يلعب في البطوله الجزائريه، لعب في البطوله التونسيه، لعب في البطوله الفرنسيه، يعني دار يعني من هنا وهنا، يعني تسمى يعرف هذه الاشياء. ان شاء الله يكون يعني في راسه يعني يكون سوليد. هاي الكره نشوفوا لا ماشي هذه الكره، لا هذه الكره اعطاها له برجل اليمنى ليس باليسرى. نشوفوا باللي رياض راوغ باليسرى واعطاها له. لاعب مهاري رياض محرز، لاعب من طراز جد عالي، كان من احسن ضربه برجل اليسرى هنايا. نشوفوا هذوما اللاعب كان قادر من احسن، كان قادر حتى بالراس وين بالراس احسن. شوف رياض محرز، تشوف بلي ما دارش مقابله كبيره، لكن هادو لاعبين مهاريين ولاعبين يلعبوا بحيله جد كبيره. شوف باللي يدير اكشن، يعني يسجل هدف تاع ضربه الجزاء، ودار لقطه يعني وين متكوره على طبق لعريبي، اللي دوك عريبي يعني يشد راسه يقول لك يعني كره من لاعب عالمي اللي هو رياض محرز، كنت نسجلها تقعد لي في التاريخ وتزيد تعطي لي الفرصه اكثر، يزيد الناخب الوطني يعطيني هذيك الفرصه. يعني ضيع فرصه جد جميله، كانت تقدر تعمل له دخلوا حتى التاريخ، ولا ربما دخلوا تاريخ المنتخب الوطني بطبيعه الحال، دخلوا في تاريخ المنتخب الاول، وتزيد تعطي له شجاعه للشان، تعطي له الثقه للشان، يزيد حتى في الشان يدخل بمعنويات عاليه. دوك هنا في الشان راح يدخل بمعنويات جد منهاره. نعرفوا لاعب كره قدم كما تكلم محمد كي يكونوا مثل هذه الامور ماشي من السهل. نتمنى معريبي يعني يتجاوزها، لأن الجمهور الجزائري جمهور متعطش، جمهور يحب الأداء الجميل، يحب اللاعب كي تعطى له الفرصة أنه يعني يكون عند حسن ظن هذيك الفرصة، لأن في كرة القدم كاين عامل لا شانس. نشوفوا بلي اليوم عريبي ما كانش عنده لا شانس، لأن المنظومة تاع الفريق ما راهيش تسير على أحسن ما يرام. لو كانت منظومة جميلة كانوا يسهلوا له أكثر. نشوفوا بلي يوسف بلايلي كان يقدر يراوغ لك زوج، يمد لك تسجل هدف سهل. كل واحد كيفاش صح. على كل حال هو ما لازمش يفشل، الانتقادات هذه في صالحه ماشي انتقادات كما هو كان يظن، ربما باللي الانتقادات كانت سلبيه. العكس، الانتقادات في الغالب تكون ايجابيه، وحتى لو كانت سلبيه انت استغلها من الناحيه الايجابيه. نمروا لمباراه السويد. عموما كيفاش تشوف هذه المباراه؟ تحدثنا من قبل، قلنا بانه الناخب الوطني لازم يجرب لاعبين اخرين، ربما هي فرصه ليريس يدخل كاساسي. نشوفوا المقابله تاع السويد راح تختلف تماما على تاع المالي. اولا راح نلعبوا في اوروبا امام جمهور اللي ما راحش يصفر على اللاعبين بدون شك. صحيح. المنتخب السويدي معروف قوي جدا، ولو ما تاهلش كما تفضلت وقلت، كان فاز على المكسيك 2-1. راح تبقى مقابله قويه وبون تيست المنتخب الوطني ديالنا. يعني جربنا اول مره راح نلعبوا مع منتخب اوروبي، لعبنا مع المنتخب من سكندنافي من المكسيك، لعبنا مع لا كولومبي، لعبنا مع الايران. اول مره مع منتخب اوروبي اللي راح يكون بون تيست لنا. وهذا ما يعنيش يعني حتى اذا ما درناش نتيجه ايجابيه ما يعنيش ان ما عندناش منتخب. هذا يخليك باش تخمم تقول حان وقت التغيير باش نشوف لاعبين واحد اخرين. عطيت لك زوج امثله، زوج اسامي اللي هما بن عياد وبن عيد تاع اتحاد العاصمه، اللي عندهم امكانيات وقادرين نروحوا بهم حتى 2026. وربما كاين اخرين لو نشوفوهم نحوسوا نصيبوا اللاعبين ان شاء الله. حسين مترف، مباراه السويد اذا كيفاش تشوف هذه المباراه؟ ربما التشكيله، النهج التكتيكي، كشحي اكيد راح نزيدوا نشوفوا ايضا ربما حارس مرمى اخر، لكن ماشي هذا هو الاشكال الكبير. المشكله راه ربما
في التشكيله اللي راح يقحمها بالماضي في هذه المباراه، يدخل اللاعبين الاساسيين تاعو، يجرب اسماء اخرى، فرصه اولى ربما لمهدي ليريس، رايك؟ تشكيله واضحه، يعني راح يدخل احسن لاعبين. التشكيله اللي دارها في الشوط الثاني هي اللي راح تلعب، اللي كملت المباراه، بالناصر، وربما عطالي يولي المكان، بن سبعيني ايضا راح يكون موجود، يقدر عطالي على ظاهر ايمن، بن سبعيني على الجهه اليسرى. في وسط الميدان يقدر يلعب بن طالب بن ناصر، ويلعب بن رحمه وراء سليماني. على الجناح الايمن يقدر يغير من الخطه، لازم يغير، يقدر يلعب 4-2-3-1، خطه اللي فيها خطه جد مميزه، ويقدر يباغت بها يعني الفريق السويدي، لان تقعد تلعب بال4-3-3 ما عندكش خط وسط باش تلعب ال4-3-3، لازم يكون عندك خط وسط في مستوى جد عالي، يعني قلت لك من الناحيه الدفاعيه ومن ناحيه خلق الفرص، من ناحيه المشي بالكره. لازم يكونوا عندك دي ميليوتينا قادرين على يعني منح الاضافه العدديه من الناحيه الهجوميه، والرجوع بسرعه لكي تدافع. نقدر نقول لك باللي ولا ما عندوش لاعبين اللي راح يطبقوا له هذه الاشياء، يلعب بدو ريكيبيراتور اللي هو بن طالب بن ناصر، ويدير تحتهم بالرحمه، ويدير راس حربه اللي هو سليماني، وعلى الجناح الايمن محرز، وعلى الجناح الايسر يوسف بلايلي. نعم، بالرحمه لازم يلعب. قدم مباراة لا بأس بها، يعني بالرحمة لاعب اختار ربما العناصر في المنتخب الوطني في هذه المباراة كان بالرحمة. ما كانش خاطر بتلك الدرجة، صح. كانوا عنده 3 لقطات، كانوا عنده 3 محاولات، بداية سدت كرة، يعني كان لونغ فيرمي كان الأحسن أنه يمرر الكرة وين ضربها في العارضة، كان قادر يدير سونتر روتري فور، يعني تقدر تخبط في المدافع تدخل. كانت أيضا لقطة من محرز اللي قذف في وسط المرمى، كان قادر يعطيها بالرحمة أيضا، كان وحده على الجهة اليسرى. وهناك كرة اللي مدها عريبي مدكورة على طابق بالرحمة، وين بالرحمة ما عرفش يتعامل مع الكرة. شوف الشيء المهم هو هادو لاعبين يبانوا لاعبين من طراز عالي. بالرحمة لاعب شفناه يعني في وست هام يقدم مستويات جد عائلة. لازم انت كمدرب تعرف توظف هذا اللاعب، تعطي الثقة اللاعب. الكلام كاين هنا كاين لاعب كي تتكلم معه وتعطي له الثقة كناخب وطني وكمدرب، تقدر تزيد فيه يعني 40% بلا ما تشعر. لأن بالرحمة باش راهو بهذا الاداء ربما ما عندوش هذاك لابوي، هذاك السوتيان تاع المدرب تاعو. رياض محرز معروف على باله باللي يرفد الرقم 7 ويدخل، يعرف روحه، يلعب في مانشستر سيتي، راهو حساس في المنتخب الوطني، يسجل عدة أهداف. بيوسف بلايلي بأدائه يعني الباهر في المنتخب الوطني، حتى وإنه في النادي تاعو راهو يمر بفترة ممتازة، يعرف باللي راح يلعب على الجناح الأيسر، ما كاش اللي راح ينحي له المكان تاعو. بالرحمة ما عندناش يعني أن لاعبنا في دمي، وبالرحمة يقدر يلعب هذاك البوست تاعنا في دمي. أنا نشوف هكذا، نشوف باللي هذا هو الفريق اللي يقدر يدخل به إن شاء الله. إذا كل توفيق للمنتخب. يعني اسمح لي يعني هذا هو الفريق اللي قصانا من كاس العالم تقريبا نفس التشكيله اللي تكلمت انا عليه. لا ماشي هو بن سبعيني ما لعبش، كان في كاس افريقيا 90% هما. نعم، اذا على كل حال محمد نتارك مع التجديد كلية. انت تحب تغيير؟ لا ماشي لا تخلي كالكو كادر، تخلي بعد الركائز كالكو كادر تخليهم، ولكن لما تشوف التشكيله اللي تكلمنا عليها هي نفس تقريبا نفس التركيبه اللي خرجتنا من الدور الاول في كاس افريقيا وخرجتنا من كاس العالم. معني راك امام حتميه محمد، ما عندك ما دير دوك الناخب امام حتميه مع صح. الناخب الوطني هو دوك حنا نتكلموا على حسب الناخب الوطني هو المسؤول الاول. محمد انت لو برايك كي يغير ينحي هاد اللاعبين، من وين راح يجيب لاعبين؟ من وين راح يجيبهم؟ هادو لاعبين اللي راهم ينشطوا في اقوى دوريات في البطوله الانجليزيه، في البطوله الفرنسيه، باش البطوله الايطاليه على غرار بن ناصر. هذا ليريس اللي جابوه يعني واش راح كي تغير كي تنحي تخلي بن ناصر كراكيزه، تخلي شكون تخلي؟ ماشي اليوم كاين كي تكون فرصه واحده اخرى نتكلموا.